تصريح خطير من وليد الركراكي بعد هزيمة المنتخب المغربي أمام المنتخب الإسباني وإقصائه من نصف النهائي دورة الألعاب الأولمبية في باريس. ويصفع الإعلام الجزائري ويكشف عن مفاجأة ستهز المغاربة. شاهدوا ما قال: ولكن إذا كنت تتفق بأن المغرب تعرض للظلم اليوم، فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. انتهت مباراة المغرب وإسبانيا قبل قليل، وذلك بخسارة المنتخب المغربي وخروجه من هذه البطولة. وتأهل المنتخب الإسباني للنهائي، بينما قد حقق المنتخب المغربي مرتبة مشرفة وكتب تاريخاً لن ينسى. بعد هذه الهزيمة، فقد خرج مدرب المنتخب المغربي للكبار وليد الركراكي بتصريحات نقلتها شبكة أفريقيا سبورت، وقال: هناك شيء غير طبيعي حدث خلال هذه المباراة. لقد دخل منتخبنا الوطني متأكداً من فوزه على إسبانيا وتتويجه باللقب، لكن الأمور لم تسر كما خططنا، لأن خسارتنا اليوم لم تكن بسبب الحظ، حيث قد تعرضنا لعدة ضغوطات من الخصوم الذين كانوا يسعون لإخراجنا من المنافسة. لكن سنطالب الفيفا بفتح تحقيق في هذا الأمر وعدم السكوت على حقوقنا. سنستعيد حقنا في أقرب وقت ممكن، فما حدث سيؤثر على نفسية الجمهور واللاعبين. وأقول لأعدائنا وأعداء منتخبنا الوطني: يكفينا فخراً بما حققه منتخب الكبار خلال كأس العالم في قطر ومنتخب الناشئين اليوم، فعل المستحيل على المرتبة المشرفة التي وصلنا إليها. لكن الأمور لن تنتهي هنا، سنحاسب كل من تسبب في دموع صغارنا. وفي النهاية، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.